السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الغالي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدأ الفيديو يا ريت لو تعملوا لايك واشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وهستنى كومنت لطيف منكم. هنبدأ بقى وكالعادة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ صلوا على النبي يا جماعة، قولوا عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا انا هعمل غدا، انا مش هقول لكم عليه دلوقتي، انتوا تابعوا معايا الفيديو للاخر وانتوا هتعرفوه بنفسكم. مبدئيا كده الغدا ده ماشي بجد، انتوا هتضحكوا عليا جدا. يعني المفروض الغدا ده بتاع، يعني انا الاكله دي المفروض ان احنا كلنا بناكلها مرتين في السنه. المفروض ان هي الموسم بتاعها يعني مرتين في السنه. انا بقى عشان بحبها جدا جدا زي ناس كتير قوي، فباكلها بقى ايه كل مثلا شهر، كل شهر ونص، كل شهرين لازم كده. كل ما يعني يجي لي يعني تبقى نفسي رايحه لها ابعت ايه واجيب، او انا اللي اروح اجيب. تمام كده؟ طيب المفروض ان الاكله دي بتتاكل يوم الجمعه. تمام كده، ركزوا معايا. المفروض الاكله دي تتاكل يوم الجمعه، ماشي، بعد كده صلاه الجمعه كده وقت الغداء على عصريه كده. المفروض احنا بقى كنا جايبين الاكله دي يوم الخميس على اساس ان احنا هنتغدى بيها يوم الجمعه، بس من كتر ما احنا يعني من كتر ما انا يعني ما مشتاقه لها انا والعيال، لا ما قدرناش نستنى لتاني يوم، ما قدرناش نستنى ليوم الجمعه. كلناها الساعه 2 بالليل. انتوا متخيلين؟ ما قدرنا. قمت على طول حضرت الحاجه اللي انتوا شايفينها دي. قشرت بطاطس، وكنت جايبه فلفل وليمون. كنت جايبه الفلفل اللي هو التخين ده بتاع الشتاء الجميل اللي انا بحبه قوي. ما اعرفش انا بسميه بتاع شتاء، بتاع الشتاء، بس هو موجود اليومين دول، اللي هو الفلفل التخين الحلو ده، والفلفل الرفيع شويه اللي هو الحراق ده. وعندي بقى بصل، وطبعا جايبه ايه يعني، جبت الفلفل ومعاه ايه ليمون. ايه، بداتوا تعرفوا الاكله؟ بداتوا تعرفوا الاكله ولا ايه؟ اهو زي ما انتم شايفين كده، مسكت بصلايه حلوه كبيره كده قطعتها اهو. اعتقد ان انتوا كده ابتديتوا تعرفوا الاكله. وغسلت بقى الفلفل وقطعت البصل وحطيت بقى فلفل وظبطت طبق كده حلو. وحطيت هنا بقى ايه الكلام ده بقى؟ دي بطارخ يا جماعه، بطارخ رنجه. دي بطارخ رنجه، هي دي الاكله اللي انا كل فتره بشتاق لها جدا جدا. هي طبعا مش جايبه بطارخ رنجه بس، انتوا هتشوفوا الوحش دلوقتي. بس ايه انتوا بقى طبعا الفيديو الاخر وهتفهموا كل حاجه. اهو زي ما انتم شايفين ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهو زي ما انتم شايفين اكبر فسيخايه عند الراجل الفسخان يا جماعه. اكبر فسيخايه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا جبتها، هي صحيح فلستني وشطبت عليا في الفلوس، بس كل يهون يعني قصاد الاكله دي يا جماعه، قصاد الاكله دي كله يهون. وعلى فكره انا اللي شجعني ان انا اجيبها ان عمر كان نفسه فيها جدا. عمر وياسين. جبت ايه؟ جبت الفسيخايه الكبيره دي ما شاء الله، محمله كبيره ما شاء الله. انتوا هتشوفوني دلوقتي وانا بخليها كبيره. وجبت بقى ايه، كنت عايزه اجيب رنجه بس ايه بصراحه الفسيخايه شطبت عليا، يعني ما كانش معايا فلوس اجيب رنجه. وكمان الراجل ما كانش عنده رنجه اصلا يعني، فكان ممكن ان انا اقول له طب اديني فسيخايه اصغر شويه او فسيخايه متوسطه مثلا واجيب رنجه، بس هو ما كانش عنده رنجه اصلا. فجبت منه بطارخ رنجه، اللي هي البطارخ اللي فيها كور دي، اللي هي الكافيار، بجد بتبقى حلوه قوي قوي. جبت البطارخ دي، وجبت بقى ايه الفسيخيه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي اهو زي ما انتوا شايفين. وكده بقى بدات ان انا ايه انضفها، وبعد كده ايه هخليها. الديل ما كانش عايز يتقطع معايا بسهوله، بس في الاخر ايه قضيت عليه وقطعته اهو زي ما انتوا شايفين. اتقطع بقى معايا يا عم الحاج لو سمحت. غلبني على ما قطعته، بس في الاخر اتقطع. عارفين طبعا الحاجات دي بتبقى ناشفه كده شويه اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين يا جماعه؟ شايفين الزبده؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين العسل؟ الاكله دي انا بجد بموت فيها ما اكدبش عليكم، انا بحبها. بس لما نفسي تروح لها يعني ما ينفعش ان انا اكل منها مثلا كل اسبوع او كل يومين يعني، ولا حتى يعني ممكن كل شهر، ممكن كل شهر ونص، ممكن كل شهرين. بس هي المفروض ان هي ليها موسمين في السنه، العيد الصغير وشم النسيم، طبعا انتوا عارفين اهو زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اهو.
شايفين؟ جبت اكبر فسيخايه عند الراجل. بصوا لحمتها بقى حمرا وجميله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. والبطارخ يا جماعه بجد كانت تحفه، بجد كانت تحفه. البطارخ كانت طعمها جميل جدا جدا. اهو دلوقتي بقى بدات ان انا اخلي الفسيخايه اهو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللهم بارك. لا اله الا الله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه عشان ربنا يكرمنا كلنا. اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. اهو بصوا بصوا ما شاء الله، كانت يعني فيها لحم كده، كانت محمله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى العيال كانوا هيتجننوا ويدوقوا. انا كنت عماله اقول لهم اصبروا، لا نو تاتش نو تاتش، مش عايزه اي حد يلمس اي حاجه، نو تاتش لحد ما اخلص اهو. وهنا بقى خليتها اهو زي ما انتم شايفين وحطيتها في الطبق ده. واديله ادي بقى ليمون، ادي ليمون، ليمون ما ينفعش الاكله دي من غير ليمون. اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. عصرت بقى ليمون كتير اهو زي ما انتم شايفين. والبطارخ برضو حطيت عليها، لو خدتوا بالكم انا حطيت عليها ليمون وحطيت عليها زيت. في ناس بتاكلها كده من غير ليمون وزيت، بس احنا بنحبها كده. لا اله الا الله. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. اهو هنا بقى كنت بشيل البذر بتاع الليمون، وكان في طبق جنبي كده كنت ايه بحط فيه الحاجات دي. حطيت بقى الليمون وهنزل بقى بشويه زيت حلوين كده محترمين. لا اله الا الله. العيال بجد كانوا خلاص يعني، بصوا خلاص صبرنا خلص اهو. بصوا حطيت بقى شويه الزيت اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهقلب بقى عشان ادمج بقى ايه كل الكلام ده بقى، الزيت مع الليمون بقى مع الفسيخ. يا سلام. السلسله اللي انتم شايفينها دي او الشوكه، بصوا احنا بنموت فيها بنموت فيها. لا اله الا الله. شايفين بسم الله ما شاء الله. فرحه عماله تقول يا ماما اديني حته، عماله اقول لها لا. قالت لي طب اديني حته شوكه، رحت اديتها كده. انا خلاص خلصت هروح بقى اكلهم. والان جاءت اللحظه الحاسمه، هندوق بقى. انا كده خلاص جهزت كل حاجه وزي ما انتم شايفين الفسيخ والبطارخ اهي بسم الله ما شاء الله. والبصل بقى والفلفل بقى والبطاطس المحمره. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بصوا انا هموت وادوق. انتوا عارفين طبعا الفسيخ الواحد ما يقدرش ان هو يمسك نفسه قدامه. اجيب بقى ايه رغيفين عيش كده حلوين اهو زي ما انتم شايفين. لا ده احنا مش محتاجين كده رغيفين، ده احنا محتاجين حوالي ايه 20 30 40 رغيف اهو شايفين اهو. العيال بقى قاعدين مستنيين لحد ما انا مخلص عشان يقعدوا ياكلوا. مستنيين بصوا قاعدين بصوا يلا يا ماما يلا يا ماما. هبدا بقى ايه اقول بسم الله الرحمن الرحيم وهبدا بقى ادوق. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب بقى هنا كده بقى اهو، اجيب بقى القطعه دي بس يا عيال. بصوا اجيب بقى هنا قطعه كده اهي في لقمه كده اهو شايفين. خلصت على كده؟ لا ما خلصتش اهو. هنجيب بقى ايه ليمون اعصروا بقى ليمون على قد ما تقدروا اهو تمام كده. نجيب بقى حته بصله حلوه كده بقى ايه محمله عشان بحب البصل اهو. انا اتضايقت قوي ان انا ما لقيتش بصل اخضر في السوق عشان ده مش الموسم بتاعه، بس البصل الابيض ده بيبقى مسكر برده والاحمر كمان اهو زي ما انتم شايفين كده. وبقى الفلفل بقى وهدوء بقى هدوء. بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي بيحب الاكله دي لازم كل فتره كده يشتاق لها، ولازم يبعت يجيب فسيخ ورنجه وبطارخ زي الجامده اللي انا جايباها دي. بس انا بقى ما لقيتش رنجه عند الراجل، قلت مش مشكله كده كده اكتفيت بقى ايه. انا كان نفسي رايحه اكتر للفسيخ لان هو مش دايما بجيبه يعني. انا ايه لما نفسي بتروح لاكله زي دي بجيب ايه اكتر حاجه بنجيبها الرنجه. النهارده رحت جايبه بقى الفسيخ وجبت بقى البطارخ دي عشان بموت فيها. دوق بقى البطارخ بسم الله الرحمن الرحيم اهو شايفين. انا بحب ازود ليمون، بحب ازود ليمون اهو اهو. بصوا العيال واقفين مستنيين اهو. هنا بقى حته بصلايه كده اهو، الفلفل بقى القرن الحراق ده اهو.
تحفه. الفلفل حراق قوي قوي. ناخد بقى لقمه تاني حلوه كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى اخمس بقى الكلام ده. وهي حته بصلايه برضه حلوه كده. اكل ماما ما يتنسيش. تحفه. تاخد حته. ماما اعملي لي واحده فسيخ عشان انا بطني بعد اذنك مش هتحلني. مش قادر يستحمل، هو مش قادر يستحمل. نجيب بقى ايه حته كمان اهي. شايفين بقى اللقمه دي؟ نرميزها كده. خدي بقى يا ماما. خد ياسين خدها اهم من نوم. عايز لقمه من هنا. حاضر. وادي ايه وندوق كمان عمر اهو. نرميزها لك كده يا موري. خد بقى حته بصلايه معاها. امسك اضرب بقى. يلا بألف هنا يا روحي. خد حته بطاطسايه. انا كمان حته بصلايه عشان انا حاضر اديك يا روحي. خد بصلايه اهي. خد معاها بالهنا والشفا. وخد بطاطس امسك. انت عارفين الاكله دي كمان كانت عايزه ايه؟ كانت عايزه خس، بس فاتتني الخس، فاتني الخس. بصوا بقى الحته الكبيره دي حطها كده اهو مع ده عشان ده لقيته حامي قوي ولع لي بقي. اخد بقى حته مع ايه